عند جماعة الإخوان المسلمين عطاء وبذلا وتضحية وفداء، وهو في فكرها فريضة شرعية خرجت منها الجماعة أشد عودا وأصله مؤسس الجماعة رحمه الله فضيلة الأستاذ إبراهيم منير نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هذه هي الجماعة، فما هي أدوارها؟ الدور الأول للجماعة هي بناء منظومة القيم، وأهم عناصر هذه المنظومة قيمة العبادة أو العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والقيمة الثانية قيمة البناء، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وبناء الأرض لا يكون إلا بالتعاون بين أبناء الأرض جميعا. والقيمة الثالثة قيمة الإصلاح، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والقيمة الرابعة قيمة الرسالية، لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله أي الحرية، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها أي التنمية، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام أي العدل، قيمة الرسالية. الدور الثاني بناء الإنسان والأسرة. الجماعة تسعى لبناء الإنسان الملتزم بالضوابط الشرعية، الحريص على النفع العام، القادر على التعايش مع الآخرين، والمساهم في بناء مجتمعه. إذا بني هذا الإنسان فالحصيلة تلقائياً أن ينتج عن بناء الإنسان تكوين البيت المسلم المحافظ على آداب وأخلاق إسلامه في مظاهر حياته. الدور الثالث بناء المجتمع، مجتمع مؤمن بقيم الأديان يحارب الرذائل ويرعى الفضائل، مجتمع يمارس الحرية والعدالة والمساواة، مجتمع يرعى الأسرة ويحقق الأمانة والتكافل، ومجتمع قائم على العمل والإنتاج. الدور الرابع دور بناء الدولة. الدولة التي تراها الجماعة وتنشدها هي دولة قوية بقوة تمثيلها للناس وقيمهم ومصالحهم. الشعب فيها هو مصدر السلطات، أي هو الذي يختار الحاكم ويختار الممثلين عنه ويحاسب ويسائل. هذه الدولة هي دولة مدنية وليست دولة دينية، فهي لا تحكم باسم الحق الإلهي، بمعنى أن قراراتها ليست قرارات معصومة، هي اجتهادية، هي تسعى أن تكون في إطار شريعة الله وقواعد شريعة الله، ولكنها لا تملك عصمة أنها من الله سبحانه وتعالى، وإنما هي اجتهاد من يقوم بهم. هي ليست دولة علمانية، فلا فصل فيها بين الدين والدولة، وهي ختاما دولة ذات مرجعية ورسالة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه الدولة التي نريد
هي نظام وليست سلطة. السلطة هي أفراد وزعماء، أما الدولة فهي نظام يقوم على 3 أركان. الركن الأول قيم حاكمة: الكرامة، الحرية، العدالة، الشورى، التعايش. العنصر الثاني وظائف للدولة: العدالة الاجتماعية، تنمية الثروة وحراسة المال العام، صيانة الأمن وإنفاذ القانون، إعداد القوة وحفظ السيادة. والعنصر الثالث عناصر الدولة، وهي 3. العنصر الأول هو المواطن، الإنسان. المواطنة الصالحة هي الأساس في هذا العنصر، ولكنها مواطنة تحترم التنوع الثقافي وتنوع الأعراق، ومواطنة تحترم التنوع السياسي وممارسة التعددية الحزبية، وهي مواطنة تحترم التنوع الإيماني وحرية المعتقد وممارسة الشعائر. العنصر الثاني من عناصر الدولة الحاكم، وهو موظف لدى الشعب الذي اختاره، يحكم لمصالح الشعب ووفق الدستور، يمارس صلاحياته وسلطاته ضمن القانون، ولا عصمة له: إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. العنصر الثالث من عناصر الدولة قواعد الحكم، وهي الدستور الذي يضمن الحرية الشخصية ويبين حدود السلطات، ويحافظ على الشورى المؤسسية الملزمة، وينظم الانتخاب الحر ومسؤولية الحاكم أمام شعبه. الدور الخامس للجماعة توحيد العالم الإسلامي. نحن انطلقنا من إنسان وأسرة ومجتمع وحكومة، ثم يكون بعد ذلك وجود دول ذات مرجعية. فإذا قامت تمهيدات بين هذه الدول من تعاون ثقافي واجتماعي واقتصادي ومجامع ومؤتمرات وأحلاف وتعاون تام، نصل بإذن الله إلى اتحاد دول ثم إلى الشهود الحضاري. توحيد العالم الإسلامي من الأدوار التي تقوم بها الجماعة مع آخرين. إلى من تتوجه الجماعة؟ هذا هو السؤال الثالث. ويأتي هذا المؤتمر والمؤوية الأولى من مسيرة جماعة الإخوان المسلمين المباركة توشك على التمام، تطلعا إلى المؤوية الثانية بإذن الله. وقد خاضت الجماعة خلالها ملحمة كفاح تاريخية في مواجهة قوى كبرى، دفاعا عن دين الله وتحقيق العبودية الكاملة له سبحانه. ولم تنعم فيها باستراحة محارب كما يقولون، فقد اجتاحتها عواصف هوجاء، ولم تكد تهدأ عاصفة حتى تهب أخرى أشد وأقسى، حتى بات الناس يظنون أنها النهاية، ولكنها بفضل الله تخرج منها أشد قوة، وتنقشع العواصف واحدة تلو الأخرى، ويزول من يقفون خلفها، وتبقى الجماعة بفضل الله وحده صامدة بكل شموخ، بل وتزداد ساحتها اتساعا وفكرتها انتشارا. لم تتخل عن فهمها الشامل للإسلام، ولم تتوقف يوما عن الدعوة إلى الله سبحانه. وظلت جماعة الإخوان المسلمين طوال هذا القرن الماضي بكفاحها المتواصل في ساحات العمل، وظلت أيضا وبقيت بعد هذه المدة في أحاديث المنتديات ومنصات الإعلام ومحط اهتمام مراكز الدراسات وعناوين المؤلفات الكبرى.